لو مجربتيش بقى تعملي البامية بالطريقة دي بجد فايتك كتير قوي. في الاول كده هنجيب الحلة بتاعتنا، ننزل بكام قطعة من اللية مع شوية من السمنة ونسيبهم يسيحوا خالص، وبعد كده ننزل ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة. بعد كده ننزل بالبامية طبعا من قبل ما البصل ياخد لون يبقى دبلان بس. البامية هنا كانت معايا في الفريزر عادي ما فيهاش مشكلة. بعد كده بقلبهم شوية مع البصل وبنزل بالطماطم وكمان ملح ومكعب من الماجي وشوية من السبع بهارات وشوية من الفلفل الأسود، وبقلبهم كده واسيبهم بقى يستووا تماما. بعد كده بقى جبت نص راس توم دقيتها مع شوية من الكزبرة وشوية من الملح ومعلقة من السمنة وعملت لها أحلى طشة. بصوا بتنقل البامية في حتة تانية خالص، بجد جميلة جدا. هسيبلك بقى التطبيق المجاني اللي بجيب كل الافكار دي من عليه، هتلاقيه تحت الفيديو في اول كومنت، حملي عندك واستفادي بيه بجد. وكمان بيجيب لك المطاعم اللي جنبك بتبقى عامله عروض كتير قوي، بيجيب لك اقرب اماكن ليكي فيها عروض على المطاعم، بجد تحفه.